فيديو النهارده اقول لك ازاي بالظبط تكون واثق من نفسك وتكون شخصيتك قويه والناس تحترمك وتقدرك بدل ما بيقللوا منك وبيدوسوا عليك. ما تزعلش مني لان النهارده هكلمك بصراحه جدا عشان انا بحبك وعايزك شخص عنده كاريزما، فلازم تشوف الفيديو ده للاخر لان المعلومه الاخيره مهمه جدا، وفي برضه معلومات قويه في الفيديو ده هتساعدك في الموضوع جامد. حرفيا بعد كل المعلومات اللي هقولها لك دي موضوع الخجل هينتهي تماما وثقتك هتعلى في نفسك. لو بعد الفيديو ده شخصيتك ما اختلفتش عايزك تنزل تلومني تحت في الكومنتات. خلينا يلا نبدا على طول. رقم واحد، خليك مع اشخاص بيستاهلوك. لما انت بتقعد مع اشخاص مش بتقدرك، مثلا يا عم عندك مشكله او بتعاني من حاجه ورحت حكيت لواحد، فهو بدل ما يديك الحل او يقف معاك بيقول لك كلام يزهقك ويخنقك. كلام مثلا زي ايه اللي انت عملته ده، انت غبي، انت حمار، انت كذا، انت عبيط، انت اهبل، انت ما تتكلمش، انت ما تفتحش بقك، انت كذا انت كذا انت كذا، ويقعد يقلل منك. او يبدا بقى يخش في المراحل المحظوره اللي هو زي يبدا يشتمك باهلك. في النقطه دي بقى بالذات لو انت سمحت لشخص يشتمك وكمان باهلك فكده انت خسرت كرامتك. فما تجيش بقى بعديها وتقول اصل انا ثقتي في نفسي قليله. حرفيا الكرامه وعرضك دول اهم شيء في الحياه. اوعى تسمح لاي شخص في الدنيا انه يشتمك باهلك او يشتمك انت شخصيا ويقلل منك. بدل ما تروح وتقعد مع الناس دي لازم تروح لناس بتحبك وبتقدرك وبتخاف على زعلك. لما بتقعد مع الناس دي ساعتها انت كده بتعلي من قيمتك، ووقتها بتحس انك ثقتك في نفسك بقت فوق من غير ما تعمل اي حاجه. حرفيا انت بس بدلت الناس اللي انت بتقعد معاهم. رقم اتنين، ودي ما فيهاش نقاش ابدا، وهي واجه خوفك. حرفيا كل الناس اللي في الدنيا عندها حاجات بتخاف منها، حتى لو هم مش باينوا ده بس اكيد عندهم حاجه بيخافوا منها. بس هي الفكره كلها ازاي بيتعاملوا مع الخوف ده. فالشخص الواثق من نفسه اما بيحس ان هو خايف ناحيه حاجه بيواجهها، ولو بيحس ان هو خايف ان هو يعمل حاجه فبيروح وبيعملها، وهو ده السبب الحقيقي لثقته في نفسه. انما الشخص الجبان اللي مش واثق في نفسه بيجري من مخاوفه وبيجري من اي حاجه جديده عليه. انا مش عايزك تزعل مني، انا بقول لك النهارده الصراحه وعايزك تتغير فعلا. هديك يا عم مثال على كلامي. لما انت يا عم بتكون قاعد وسط اصحابك وواحد منهم عمال يضايقك، عمال مثلا يقول لك كلام يرخم عليك، عمال يستظرف، عمال يعمل حاجات تضايقك، ففي الموقف اللي زي ده الشخص الواثق من نفسه بيروح مدي للي بيتكلم ده على عينه وبيعرفه ان اللي بيعمله ده غلط وما ينفعش وما تعملوش معايا مش انا. اما الشخص الضعيف اللي مش واثق في نفسه بيروح يقول لك ايه، كبر دماغك، نفض، او يقعد يضحك مع انه بيتقلل منه وبيتقلل من كرامته، بس مع ذلك بيقعد يضحك وبيقعد ايه ويضحك زي العبيط. احنا مش بنعمل كده. انا مش بقول لك ان انت تتخانق مع الناس، بس بقول لك لما يتفتح قدامك حكايه زي كده لازم تقفلها صح، والصح هنا انك تاخد حقك ما تسيبهوش. شخص واثق من نفسه ما بيسيبش حقه بره. المثال التاني، في يا عم حد قدامك عايز تروح تفتح معاه موضوع، بس في حاجه جواك كده عماله مخوفاك ودماغك عماله ايه، تفكر تفكر تفكر. فالشخص الواثق من نفسه في الموقف اللي زي ده بيخش ويتكلم على طول، وحتى مش فارق معاه النتيجه، هو دخل وعمل اللي عليه، النتيجه ايه مش فارقه، ونتيجه ثقته اللي هو داخل بيها دي اي حاجه هو بيعوزها بتتحقق. اما بقى الشخص اللي مش واثق في نفسه الضعيف الجبان اول لما بيجي له التفكير ده، لا لا بلاش بلاش، خليني في حالي، خليني امشي جنب الحيط، خليني يا عم في اللي انا عارفه، وده غلط، ده هيلبسك في الحيط بعدين. بعيدا عن موضوع الثقه في النفس، مفيش حد في الدنيا بينجح بالاسلوب ده. عارفين بالامثله اللي انا قلتها لك دي انا بينت لك الفرق بين الشخص الواثق من نفسه فعلا والشخص الخجول الجبان الضعيف، وعرفتك قد ايه الاتنين بيخافوا والاتنين بيجي لهم حاجات بيبقوا مرعوبين منها، بس الفرق في التصرف مع الخوف. رقم ثلاثة، خف شويه. بصراحه بشوف معظمكم بيجلد ذاته، اللي هو يقعد يقول لنفسه انت مش نافع، انت مش ناجح، انت مش هتنفع، انت فاشل، انت بايظ، انت كل ما تخش حاجه تبوظ، انت عبيط، انت الناس بتضحك عليك، انت الناس بتتريق عليك، ويقعد يجلد ذاته يجلد ذاته. وفي كمان ناس بتقول كلمه بتستفزني قوي، يقعد يقول لنفسه انت محدش بيحبك. يا عم احنا مش بنعمل حاجه عشان الناس، احنا كله عشاننا. طول ما انت بتدور على حب الناس مش هيجي، انما طول ما انت بتركز على نفسك فحب الناس هيجيلك. عايز اقول لك كلمتين وافهمهم كويس، مفيش حد في الدنيا دي كلها هيجي في يوم ويروح مشجعك او يقول لك انت جامد، انت وحش، انت هتبقى كذا، الا في حاله واحده بس كل ده هيتقال لك، اللي هي لما تكون انت بتقول الكلام ده لنفسك من الاول. يعني لما بتدعم نفسك وتقول انا جامد، انا عملت دي صح، انا كذا انا كذا، الحمد لله ربنا وفقني في دي، الحمد لله انجزت واحد اتنين تلاته، كل الناس بتشوفك بالنظره دي. فلما انت بتشوف نفسك بصوره ايجابيه الناس بتشوفك بنظره ايجابيه. فحرفيا كل الناس بتشوفك بعيونك. يعني ايه بتشوفك بعيونك؟ يعني النظره اللي انت بتشوفها لنفسك هي دي اللي بتتصدر للناس وبتطلع لهم. انا مش فاهم ليه انت بتجلد لنفسك لحد دلوقتي وبتقعد تلوم نفسك جامد، علما بان انت ممكن ما تكونش وحش بالدرجه اللي انت شايفها دي، انت بس مكبر الموضوع. فانا عايزك تلغي الموضوع ده خالص من حياتك. عايزك كل يوم تدعم نفسك، تقول لنفسك كلام ايجابي على اي حاجه صح انت عملتها. في هنا تريك بسيط محدش هيقول لك عليه، هو انك قبل ما تنام تسمع توكيدات. ايه التوكيدات دي؟ هي حاجه غريبه جدا، بس انت هتخش على اليوتيوب وتكتب توكيدات، تسمع التوكيدات دي. عايزك تجربها لفتره وتقول لي ايه احساسك بعديها. فنرجع لموضوعنا، كل اللي احنا عايزينه اي انجاز عملناه ندعم نفسنا عليه، واي غلط بنعمله نلوم نفسنا بس من غير جلد. رقم 4، ظبط جسمك. لما جسمك بيتظبط وما يكونش عندك مشكله ان الناس تشوفه، حرفيا ثقتك بتضرب في السما. هي قاعده كده موجوده في الدنيا، جسمك ظبطته وبقيت حاسس ان انت مرتاح فيه، ثقتك في نفسك هتعلى. على عكس تماما لما جسمك يكون مش عاجبك وجسمك يكون شكله مش حلو، فبتحس ان انت ماشي مش مرتاح، فوقتها ثقتك
في نفسك بتقل. والعك بقى كله بيحصل لما يجي شخص غريب انت ما تعرفوش يجي يتكلم معاك لاول مره، وقتها حرفيا انت بتحس ان انت لازم تستخبى او حتى بتتكلم بسرعه عشان تخلص كلام معاه وما يقفش معاك كتير. وهنا بقى نرجع للنقطه الاصليه اللي هي الناس بتشوفك بعيونك. فانا عايزك من دلوقتي حالا تظبط اكلك وتروح الجيم. الجيم مش بس هيعلي ثقتك في نفسك، ده كمان هيعلي صحتك، فانت حرفيا كسبان من كله. رقم 5، احتك. بص انت اخويا وانا عايزك تفهمني في النقطه دي كويس. لما انت بتعزل نفسك خالص عن الناس وما بتحتكش بحد، فموضوع الخجل والرهاب الاجتماعي اللي عندك بيزيد. فكل اللي انت محتاجه احتكاك يومي بسيط مع ناس غريبه. يعني ما تروحش مثلا تكلم لي والدك او والدتك او اخواتك او صحابك اللي انت عارفهم وتقول لي انا كده بحتك، لا، انا عايزك تحتك مع ناس غريبه، لانهم هيكسروا الحاجز اللي عندك اللي موقفك لحد دلوقتي. فمثلا يا عم رحت شغل جديد، عايزك تروح تسلم على كل الناس اللي موجوده وتكلم معاهم في وضع الشغل، او تكلم معاهم في موضوع مثلا هم بيتكلموا فيه وانت فاهم فيه، طبعا من غير ما تكون رخم. انت هتخش وسط الموضوع كده بشياكه، تقعد تتكلم مع واحد يشبكك في حوار، تخش وتندمج معاهم. او مثلا يا عم ماشي في الشارع ولقيت واحد مثلا معاه كلب انت عاجبك وعايز تشتريه، روح كلمه وعرفه الكلام ده. قول له مثلا الكلب اللي معاك ده شكله حلو، ده جبته منين، انت مسميه ايه، مش عارف ايه، طب بتفهم في الكلاب، لو لقيته بيفهم في الكلاب مثلا خد رقمه، ممكن على المدى البعيد تبقوا صحاب. وهكذا بقى. عايزك تمرن نفسك على ناس كتير غرب. في الاول الموضوع بالنسبه لك هيبقى غريب، بس بعد كده هتلاقي نفسك بتكون صداقات كده. انا الموضوع ده بالنسبه لي مجرب وانا عارف انا بقول لك ايه. لو كل يا عم الكلام اللي انا بقوله لك ده غير متاح بالنسبه لك حاليا، فعايزك تشارك على الاقل في اي تطوعات او اي انشطه جماعيه. عايزك برضو تخش وتتكلم وتشارك رايك مع الناس وتكون متفاعل كده وبتتكلم. يا عم اقل حاجه خالص ودي اكيد متوفره بقى ليك، انت لو لقيت حد معاه حاجه او لابس حاجه شكلها حلو عليه وهو شاكه فيها، روح وعرفه الكلام ده، قول له كلمتين كويسين، والكلام ده حرفيا هيخلي اجباري الناس تحبك وتسمعك. وبرضه نقطة تانية، لما تيجي تتكلم مع حد وتتلخبط في الكلام وتقول أي كلام كده اللي هو اللخبطة اللي أنت عارفها اللي بتبقى في نص الكلام دي، عايزك تاخد الموضوع بضحك وبهزار وما تكبرهوش وتقول دلوقتي بقى هياخد باله وهيتريق عليا، وزمان مكانتي دلوقتي في دماغه قلت ومش عارف ايه وكذا وكذا. لا، ما تكبرش الموضوع. انت لو لقيت الموضوع مضحك اضحك، لو لقيته عادي وفي نص الكلام لخبطت وبعد كده كملت عليه، كمل يا عم كلامك عادي ومفيش اي حاجه في دماغك. وعشان ما تتحطش في الموضوع ده كتير لازم كلامك يكون بالراحه، صوتك واضح وبس. ساعتها انت مش هتلاقي نفسك بتتلخبط اساسا. صدقني المعلومات دي محدش هيقولها لك غيري، والكلام ده بقوله لاني بحبك وفعلا عايزك تكون شخص واثق من نفسه. لو في موضوع شاغلك وعايزني اتكلم فيه اكتب لي تحت في الكومنتات، هعمل لك عليه فيديو على طول. عايزك تركز في المعلومات اللي انا قلتها لك دي وتعيد الفيديو تاني. لو استوجب الامر ان انت تكتب الكلام ده اكتبه. وبس كده يا سيدي، ده اللي كان عندي اقول لك النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتشترك كل جديد. ولو عندك اي مشكله او عندك اي سؤال هسيب لك تحت لينك الانستجرام، خش عندي على الدي ام اكتب لي مشكلتك او سؤالك هرد عليك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.